تحية طيبة أعزائي متابعي ومشاهدي معرض الكرة العراقية. اليوم في جولة من داخل ملعب النجف الدولي ومباراة الديربي الفرات الأوسط بين نادي النجف ونادي نفط الوسط. تابعونا. كابتن، اليوم شلون شفت أجواء دوري المحترفين العراقي ونتيجة المباراة في ديربي الفرات الأوسط؟ أكيد بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الدوري العراقي هاي السنة دوري مختلف عن الدوريات السابقة بوجود الفار، بوجود ملاعب يعني بنى تحتية. إن شاء الله أكيد الدوري يعني للأفضل من خلال القائمين على الكرة العراقية والدعم الحكومة العراقية. اليوم أكيد الديربي إلى طعم خاص، ديربي محافظة النجف بين النجف ونفط الوسط، إلى طعم الخاص لدى جماهير نادي النجف. اليوم احنا كجماهير نادي النجف نطمح بالنقاط الثلاث والفوز، الفوز تعرف على جماهير النجف إلى طعم خاص في هذه المباراة، وإن شاء الله يعني التوفيق لنادينا غزلان البادية وتحقيق النقاط الثلاث. كابتن، اليوم شو شفت أجواء دوري العراقي المحترفين واليوم مباراة الديربي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر جهودكم هذا، يعني أنتم حاضرين قبل الجماهير. والله الدوري هسه مختلف عن باقي النسخ كلها، يعني بوجود الفار بوجود وصار اختلاف باللعبات، كل 3 أيام يلعب الفريق، ولو هو جهد راح يصير على اللاعبين، بس نتأمل احنا هسه من النادي الفوز إن شاء الله. بعد قبل حبيبي السيد علي، نقول شكرا للسيد عدنان تلجال على هذا العمل مال الدوري لهذا المحترفين. والله العظيم دوري يعني يختلف عن السنين الماضيه كلها، ونتمنى التوفيق للنادي النجف. شلون استاذ؟ بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم. مباراه اكيد يعني ان شاء الله متناول اليد، النجف عازم على تحقيق 3 نقاط، ونشكر تغطيتكم هاي الجميله لجمهور النجف، وان شاء الله 3 نقاط. كابتن، اليوم شلون شفت اجواء دوري المحترفين ومباراة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل شكر والتقدير لحضرتك استاذ علي المحترم. اكيد السنه يختلف، يعني اختلاف جذري بالدوري، والدوري جميل حلو، وبالخصوص راح يفيد المحافظات هذا الموضوع الفار اللي دائما ينجح الدوري. الملاعب جميله وملاعب حلوه، وان شاء الله الموفقيه لجميع فرقنا والجميع ان شاء الله. منتخب العراق بحاجه لهاي الاجواء والاوضاع كلها بيمن نظام الفار، لان احنا نلعب بالدوري العراقي ما عندنا فار، فمن نطلع بالدوريات الخارجيه او منتخبات اسيا وهاي الفار موجود، فاحنا من نتعود عليه بالدوري العراقي راح نتعود عليه بكل الدوري العراقي. لعبه المنتخب اولمبو تصفيات نهايات كلها موجود يصير، وان شاء الله الموفقيه دورينا. وشكرا عدنان رجال البطل. كابتن، اليوم شلون شفت اجواء الدوري العراقي المحترفين واجواء الديربي؟ اول شيء السلام عليكم ابو حسين، انا مسافر، هاي اول لعبه احضرها الي، ان شاء الله النجف 2-1 اليوم ان شاء الله، واجواء جدا جميله. طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر قناتكم الموقره. طبعا هو دوري المحترفين دوري جيد، وهاي الميزه اللي بيه يعني هي بوجود الفار، يعني وجود الفار بالدوري العراقي راح يشيل الغبن عن هواي انديه. يعني كانت الحكام تغلط، بس هي تغلط يعني بدون قصد تغلط، زين، بس الفار الفقره الوحيده والحسنه بالدوري المحترفين هي الفار. يعني الفار كلش زين، يعني راح ينقذ فرق هوايه، وهالسنه الدوري يعني على مستوى عالي، يعني دوري المحترفين يختلف عن الدوريات السابقه، ودوري جيد، ومشكور الكابتن عدنان درجال على طبعا على هاي المبادره مال الفار، والحمد لله والشكر دوري ماشي ودوري جيد، ونتمنى لجميع الفرق يعني نتمنى لها الموفقيه، وضمنها نادي النجف غزال الباديه، ونتمنى التوفيق الى نادينا الغالي. لا هنا ننهي استطلاعنا لهذا اليوم من حيث بدء مباراة الديربي. نلتقيكم مجددا ان شاء الله في مناسبات اخرى. مع السلامه.